كرم وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال محمد حسين المؤيدي المشاركين والمشاركات في الدورة التدريبية لمدربي المدارس والمراكز والأندية للعبة الكونغ فو لمحافظتي الأمانة وصنعاء، والتي نظمها الاتحاد العام للعبة خلال الفترة من 7 وحتى 11 من الشهر الجاري. وخلال التكريم أشاد وزير الشباب والرياضة بالمشاركين متمنيا أن يكونوا قد استفادوا من معطيات هذه الدورة ليكونوا مؤهلين للقيام بمهام التدريب، كون التدريب أبرز مفاتيح النجاح لأي لعبة. وأوضح المؤيدي أن النجاح في مثل هذه الدورات يعتمد على العديد من المقومات، أهمها التأهيل عبر الكوادر المتخصصة والمنهج التدريبي المناسب وتفاعل المدربين والاهتمام بالتطبيق العلمي. من جهته وجه رئيس اتحاد الكونغ فو محمد راوح الشكر لقيادة وزارة الشباب على اهتمامهم وحرصهم على دعم أنشطة الاتحاد وبالذات الدورات التأهيلية، مؤكدا أن الاتحاد يبذل ما بوسعه لتنظيم البطولات التي ستعتمد مستقبلا على المشاركين والمشاركات في الدورات التدريبية. وفي ختام الدورة التي شهدت استعراض لفنون اللعبة، كرم وزير الشباب والرياضة المشاركين في الدورة بشهادات المشاركة، فيما كرم الاتحاد العام للكونغ فو بتكريم قيادات وزارة الشباب والرياضة بالإضافة إلى دروع الاتحاد.